هذا الفيديو هذا غادي تكون فيه واحد 2 دقائق ولا 3 دقائق، وكنتمنى الا طلع لك هذا الفيديو اي واحد يتفرج فيه، حيت انا متاكد غادي ينتفع به بواحد المعلومه اللي غادي تقدر تبدل لك حياتك. اخطر ادمان خرجوا لنا اكثر من الكوكايين واكثر من الحشيش واكثر ما نعرف. اخطر ادمان يقدر يدمر لك الحياه ديالك، يقدر يدمر لك الصحه النفسيه ديالك، وهي الصحه النفسيه ديالك اغلى ما عندك. يقدر يدمر لك الدماغ ديالك، يدخلك في اكتئاب، في وسواس قهري. اخطر ادمان اللي يقدر يخليك ما كتخرجش من الدار، يسد عليك، ما تبقى حامل حتى واحد، ما تبقاش اجتماعي، يولي فيك الرهاب، يولي فيك الاكتئاب، الياس، الاحباط. كثر من الكوكايين، عرفتي الغبره البيضاء كثر منها، هو ادمان الافلام الاباحيه. وشحال من واحد مازال ما عايقش بهذا البلان هذا. عرفتي هذا الادمان علاش خرجوه لنا؟ باش يسيطروا عليك، باش يسيطروك على الدماغ ديالك، باش يخليوك تولي عبد ليهم. عرفتي المصيبه ديال هذا الادمان فين كتولي؟ واحد الدراسه علميه لقات انه تقليص ديال الدماغ كيساهم في انه كيقلص لك الدماغ ديالك، انك التركيز ما كيبقاش عندك، انه كتولي باغي يسد عليك وتتفرج، انه كتولي منعزل، انه فاش نهار غتزوج بالمراه اللي عطاك الله في الحلال ما غتبقاش تقدر دير معاها والو. علاش؟ دماغك غيولي مبرمجي على العالم الوهمي، فاش غتجي الحقيقه ما غتبقى دير والو. وهذا الشيء ما خصناش نحشموا منه، هذا الشيء خصنا نهضروا عليه. بركه ما نبقاو نخبيو هذا الشيء، بركه ما نبقاو نخبيو هذا الشيء. شنو كيوقع؟ هو انك فاش كتفرج اول مره في هذه المصيبه وفي هذه الكارثه العظمى، الهرمون ديال الدوبامين اللي هو مسؤول على الحياه ديالك ومسؤول على الشغف ديالك، فاش كتفرج اول مره هذا الهرمون كيتفرز بواحد الطريقه غير طبيعيه، كيتفرز بواحد الطريقه غير طبيعيه وما كيرجعش لبلاصتو. النوبه الثانيه فاش كتزيد تفرج كيزيد هذا الهرمون يتفرز بواحد الشكل غير طبيعي، وكارثه عظمى. هنا فين كتكمل، هنا فين الدمار كيكمل. مع كثره المشاهده بزاف هذا الهرمون ما كيبقاش يتفرز. فين كتولي تدخل في شي مشاهد غير ملائمه للطبيعه ديالك، ديال البشر، غير ملائمه. كتولي تدخل في شي حوايج اللي بزاف كتخرج للانحراف ديريكت. هما هذا الشيء هما الغرض ديالهم، وما كتبقاش تحس بالنشوه. وكل ما كتغرق، كل ما كتزيد تفرج، كل ما كتزيد تغرق. كيجيك الاكتئاب، كتولي تبقى يسد عليك وما تخرجش من الدار، النفسيه ديالك تدمر، كتحطم. حتى الا كنتي طايح في هذا الشيء، كاين العلاج ديالو، هو انك تقطع عليك هذا العالم هذا. فاش تقطع عليك هذا العالم، الدماغ ديالك غادي يرجع للطبيعه ديالو بعد واحد المده وجيزه. ولكن تبلوكي اي حاجه كتعلق بهذا الشيء. مواقع التواصل ما تفرجش شي حاجه كتعلق بهذا الشيء، بغاو يدمروك. ما ربما يقدروا يمسحوا لي هذا الفيديو، التيك توك يقدروا يمسحوه لي، ولكن انا بغيت نقول لك هذاك الشيء غادي يدمر لك الصحه النفسيه ديالك، غادي يدمر لك اغلى ما عندك، غادي يدمروا لك. غادي تبقى ساد عليك في الدار، ما غاديش تبقى اجتماعي، غادي يجيك الياس، غادي يجيك الاحباط اصاحبي. هرمون الدوبامين اللي مسؤول على الشغف ديالك كيدمروه. هذا هو الغرض ديالهم، باش تنحرف انت، باش تولي منعزل، باش المراه اللي وصل عليها الدين بواحد النظره زوينه كتولي تشوفها مجرد شهوه. عرفتي شحال ديال الكوارث الدماغ ديالك كيخرجوا لك عليه. حذاري ثم حذاري في هذا البلان، ما تطيحوش في هذا الفخ. وانا متاكد يقدروا يمسحوا لي هذا الفيديو. المهم معلومه خفيفه بغيت نبارطاجيها معكم، والسلام عليكم.